سألت نفسك ليه البدايات عادة حلوة لكن مش بتستمر؟ العلاقة بينك وبين شريك حياتك ممكن تتحول من مجرد روتين لعلاقة حب وتفاهم وسعادة. اتضح ان الحكاية فيها سر او اسرار. مش بس كده، لا، دي اسرار مدعمة بدراسات من اكبر جامعات العالم وتجارب حقيقية لناس قدرت تعدي اصعب التحديات. تعالوا نشوف الاسباب اللي هتخليك تغير الطريقة اللي بتشوف بيها علاقتك مع شريك حياتك. ايه اكتر 6 اسباب للمشاكل الزوجية وحلولها؟ I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around. ده مشهد مواجهة كات لباتريك بطريقة غريبة لكن يظهر انها مفيدة عشان يفكرنا بأول نقطة، وهي التواصل والصراحة. بتحس ان الكلام بينك وبين شريك حياتك بقى مجرد روتين، او اسوأ من كده ان مفيش كلام اصلا؟ ده مش طبيعي. لما بيحصل خلاف كل طرف ممكن يفهم الموضوع بطريقته ويفترض ان الطرف التاني فاهمها بنفس الشكل. في جامعة هارفارد عملوا دراسة كانت من أطول الدراسات النفسية في العالم. بدأت سنة 1938 لما راقبوا الأزواج لمدة 80 سنة لحد سنة 2018، وصدرت نتائج الدراسة بقيادة دكتور روبرت والدينجر كجزء من مشروع السعادة طويلة المدى. الدراسة أثبتت أن الأزواج اللي بيتكلموا يوميا عن مشاعرهم رضاهم عن العلاقة زاد بنسبة 25%. نيجي للسؤال، هل الصراحة ممكن تضر العلاقة؟ الحقيقة العكس تماما. لما بتكتم مشاعرك أو بتخبي حاجة عن شريك حياتك الفجوة بينكم بتكبر. الذكاء في طريقة سرد الحقيقة بأسلوب ما يجرحش الطرف التاني ولا يصدمه. أما الدراسات فأثبتت أن الأزواج اللي عبروا عن مشاعرهم بصراحة كانت نسب طلاقهم أقل ب40%. في المشهد ده بنشوف ثقافة الخلاف ومواجهة التحديات بمرونة. لما ليو وبيج في فترة حرجة جدا من جوازهم، بس مش بيتعاملوا كأعداء. Why didn't you tell me? There were so many times that I almost did. But to drive you away from your family again, it just felt wrong. I wanted your love. Just not like that. يا ترى الزوجين فريق واحد ولا فريقين؟ عدم المرونة شيء متعب في الحياة عموما، مش بس في العلاقات، لأن المادة الصلبة بتتكسر، أما المادة المرنة ممكن تميل وترجع لشكلها، فما يكونش في خسارة. طالما اتكلمنا عن المرونة يبقى في اختلاف في الرأي، والغلطة بتحصل عادة لما الطرفين يتعاملوا مع الاختلاف إن في طرف هيكسب والتاني هيخسر، يعني win-lose situation، وده مش الهدف إطلاقا. الحل في دراسة نشرت في 2016 في Journal of Marriage and Family حلل الباحثين حياة 300 زوج وزوجة مروا بأزمات مالية كبيرة. الأزواج اللي أظهروا صبر ومرونة كانوا أقل عرضة للانفصال بنسبة 65%. والمشهد ده من فيلم The Breakup قبل ما نتكلم عن الاحترام والتفاهم والثقة. لو الطرفين ليهم نفس المبادئ، يعني مثلا الاتنين شايفين ان الكلام مفروض يكون بتحضر وان رأي تاني مهم، ودول شخصين متفاهمين. اما في المشهد فالعكس اللي بيحصل، لما طرف شايف ان من حقه يزعق ويهين او يسمح لنفسه بتأييد الطرف التاني او التحكم فيه او تهديده باسم الاهتمام، دي ممكن تكون مشاكل ثقة. I want to relax and watch my highlights and complete surround sound experience. What the hell are you doing? You're not even gonna watch it. Don't tell me what I am or are not. كتير من الأزواج لما بيتخانقوا بينسوا الاحترام، وده بيخلي المشكلة تتفاقم وتتحول لهجوم شخصي. الكلمة السحرية هنا الحدود الصحية. ضروري نفتكر ان الغرض منها تقرب بين الاشخاص مش العكس. يعني لما اشوف الطرف التاني كشخص مستقل هسمعه واديله فرصة يقول رأيه ويختلف، وافهم ان اختلافه معايا مش معناه انه مش بيحبني. من ناحية تانية مهم اني اعبر عن تقديري للحاجات الصغيرة اللي بيعملها شريك حياتي وبالطريقة اللي هو عايز يتقدر بيها. نيجي للحل. في الدراسة للدكتورة باربرا فريدريكسون من جامعة نورث كارولاينا
اللي عملت تجربة سنة 2014 ولقت ان الازواج اللي بيظهروا احترام لبعض حتى وقت المشاكل كان زواجهم مستقر اكتر بنسبة 87%. وفي دراسة ل The Journal of Personal Relationships سنة 2020 لقوا ان الازواج اللي بيدعموا مساحتهم الشخصية كانوا اكتر رضا بنسبة 50%. Oh, Dina, talk to me. What's really going on with that man? He seems very uptight. Jack's always been a little wound up. His job was very stressful. Being a florist is stressful. There's more to it than people think. If you don't mind me asking, how's your sex life? I can't tell you that. What's the big deal? I'm a professional. Dina, I'm a sex therapist specializing in senior sexuality. I knew those weren't yoga mats. No. Well, we're not 25 anymore. Well, you're not dead either. Lots of couples our age lack intimacy in their marriages. Well, I didn't say we weren't intimate. There are special occasions, anniversaries and... Well, on our anniversary. Ay, 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 nish kit. I beg your pardon. Not good. وهنا المشهد اللي بيوصلنا للنقطة الرابعة اللي هي العلاقة الحميمة واللي مش أداء جسدي بس لكن كمان تواصل عاطفي. المشكلة بتبدأ لما يكون طرف مش راضي ومع ذلك مش بيتكلم بصراحة عن احتياجاته أو توقعاته. عدم التعبير بيخلي الفجوة تكبر لأن العلاقة العاطفية والتواصل بيتأثروا هما كمان. في دراسة اتنشرت في 2021 في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية Journal of Social and Personal Relationships حللوا 93 دراسة سابقة عن التواصل الحميم بين الأزواج، والنتائج أظهرت أن التواصل المفتوح عن الاحتياجات والرغبات كان مرتبط بزيادة الرضا عن العلاقة بنسبة 40%. How's the record company going, Pete? What? Not great. I'm still waiting for numbers to come in. What have you heard? A couple numbers have trickled in. It's lower than we expected. Then why are you giving Larry money? What? المشهد ده من فيلم This is 40 بيعرفنا على النقطة الخامسة للخلافات وهي الماديات. الفلوس من أكتر المواضيع الحساسة بين الأزواج وأكتر أسباب الخلاف. بيت ودابي زي كتير من الأزواج بيتخانقوا على الأولويات المالية ومصاريف المعيشة، وغياب النقاش دايما بيزود المشكلة. وكل ما يطول الوقت الوضع بيمشي بشكل روتيني كأنه مقبول، وده ممكن يكون في ظلم لأحد الأطراف أو يبعد المسافة ما بين الطرفين. أما الحل فهنلاقيه في دراسة من جامعة ييل سنة 2016. الأزواج اللي بيناقشوا أمورهم المالية كل شهر لقوا إن خلافاتهم قلت بنسبة 40%. بنوصل للسبب السادس للخلاف وهو الطرف الثالث، واللي ممكن يكون الأهل، الأبناء أو الشغل. علاقة الأزواج بأهلهم موضوع حساس جدا. كتير من المشاكل بتحصل بسبب تدخل الأهل حتى لو بنوايا طيبة. مثلا لو واحد من الطرفين بيحكي لأهله عن خلاف بسيط، المشكلة ممكن تتحل بين الزوجين لكن يفضل إحساس سلبي عند الأهل. Don't worry, you'll enjoy this. All right. Looks complicated. Now, these aren't 100% accurate, right? They're... Well, you'd be surprised how accurate they are. They can tell fairly easily if someone's lying or not. Now I'm going to ask you some questions, and all you have to do is answer yes or no. Okay. All right. Let's give it a whirl. Did you fly on an airplane today? Yes, I did. No peeking. Did we eat pot roast for dinner tonight? Yes. وفي دراسة اتنشرت في 2017 في The Journal of Family Psychology الباحثين اكتشفوا ان الازواج اللي حطوا حدود واضحة لعلاقتهم ولتدخل اهلهم كانوا اقل عرضة للخلاف بنسبة 35%. كمان اوقات كتير الخلاف بيكون بسبب الابناء ولوم الاطراف لبعض على اخطائهم او مرضهم او اي شيء يخصهم. الأسوأ ان في اوقات كتير الاطفال بيدخلوا كطرف في المشكلة او وسيلة ضغط، وده بيأثر عليهم بشكل مضر جدا. وفي دراسة ضمت 60 بحث على الأزواج في 2024 عن الضغوط والخلافات بين الأزواج، كان من ضمن الخلافات شؤون الأبناء، وكمان تأثير الخلاف كان سلبي جدا عليهم بشكل مثبت على المدى القصير، سواء في مشاكل سلوكية وتأخر دراسي، وكمان على المدى البعيد بعد ما كبروا كقلق واكتئاب وعنف وغيرهم.
أوقات الطرف الثالث ما يكونش إنسان، يكون مثلا أحد الأطراف مشغول جدا بشغله أو دراسته أو رياضته. وهنا بيجي ضرورة إدارة الوقت وتوازن الحياة مع العمل وتخصيص وقت بين الطرفين يعملوا في حاجات كانوا بيحبوها وبتجمع بينهم زمان لكن نسيوها. الحل هنا بنلاقيه في دراسة من جامعة كامبريدج سنة 2021 لما لقوا إن الأزواج اللي بيخصصوا ساعتين أسبوعيا للأنشطة المشتركة زادت سعادتهم بنسبة 60%. انتوا كمان تستحقوا السعادة، تقدر تغير حياتك.